مساء الخير عليكم يا شباب، ومساء الخير عليكم يا صبايا. اهلا بيكم في قناتي. معاكم كابتن سما. ان شاء الله هعمل معاكم كريمة القهوة الخالية الدسم تماما. كتير مننا بيحب يشرب الكابتشينو والكريمر، بس طبعا زي ما انتوا عارفين كلها دسم ومواد حافظة ودهون مهدرجة ملهاش اي صحة. هنبدأ مع بعض. انا ضفت هنا كوباية من اللبن. ممكن تضيفي نص الكوباية او ربع الكوباية حسب ما انتي عاوزة قيمة الكريمة تبقى سمكها قد ايه. هنا حطيتهم في الخلاط عادي وفرمتهم علشان يتجانس مع بعض. سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص ولا مكلفة، وبالعكس صحية جدا. اللبن داخل الدسم 1% بس دسم يا بنات، وياريت ان شاء الله تعجبكم. هحطها في الكنكة او في الكوباية وتحطيها في الميكرويف، بس انا حبيت ان انا اسخنه على النار علشان بحبها تكون سخنة قوي. وهنا انا سخنتها وهبدأ احط النسكافيه. شايفين قد ايه يا بنات الرغوة نازلة ازاي؟ فيكوا تحطوا نص الكوباية وتكملوا بالباقي لبن سائل عادي، بس انا بحبها كده. طبعا بحبها كده كل فترة مش على طول، يعني مرة كده مثلا بالليل لو نفسي راحت لحاجة. شايفين الرغوة قد ايه؟ صحية جدا، ما فيهاش دسم ولا مواد حافظة. تقدري تعمليها في البيت بدون اي تكلفة خالص، وطبعا تحطي سكر حسب ما انتي محتاجة. والله طعمها حلو جدا وتغني عن اللي بره الف مرة. اللي فيها اضرار كتير واعمليها وجربيها وان شاء الله يا رب تعجبك. انا ضفت هنا شوية نسكافيه كده على الوش، منظر كده وحركة، وبحب المزازة بتاعة النسكافيه. وطبعا ده شكلها النهائي يا بنات ويا شباب. اتمنى ان شاء الله انه يعجبك. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة واي حاجة او اي استفسار انا تحت امركم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة.